صدمة الإعلام الجزائري بعد اكتساح فوز لقجع انتخابات الفيفا. المقدمة: في مشهد أثار الكثير من الجدل داخل الأوساط الرياضية والإعلامية في شمال إفريقيا، نجح فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في تحقيق فوز كاسح خلال انتخابات مجلس الفيفا بعدما حصد 49 صوتاً من أصل 53 صوتاً، متفوقاً بفارق كبير على المرشح الجزائري وليد صادي. هذا الانتصار لم يكن مجرد فوز انتخابي عادي، بل اعتبره كثيرون رسالة قوية تؤكد النفوذ المتزايد لكرة القدم المغربية داخل القارة الإفريقية وعلى الساحة الدولية. الإعلام الجزائري عاش ساعات من الصدمة بعد الإعلان الرسمي عن النتائج، خاصة أن بعض التحليلات والتوقعات كانت تراهن على معركة متقاربة أو حتى إمكانية تفوق المرشح الجزائري. لكن الواقع جاء مختلفاً تماماً، حيث اكتسح لقجع الانتخابات بطريقة جعلت العديد من المتابعين يتحدثون عن تحول كبير في موازين القوى داخل الكرة الإفريقية. فوز ساحق بالأرقام: 49 صوتاً من أصل 53، رقم ثقيل جداً في عالم الانتخابات الرياضية. هذه النتيجة لم تترك مجالاً للتأويل أو الحديث عن منافسة متقاربة، بل أكدت أن فوزي لقجع يحظى بثقة شبه جماعية من الاتحادات الإفريقية. الكثير من المحللين رأوا أن هذا الرقم يعكس صورة المغرب الحالية داخل إفريقيا، سواء من الناحية الرياضية أو الدبلوماسية. فحين يحصل مرشح على هذا العدد الكبير من الأصوات، فهذا يعني أن هناك مشروعاً متكاملاً يحظى بالاحترام والدعم. وفي المقابل، وجد الإعلام الجزائري نفسه أمام واقع صعب بعدما كان يروج خلال الأسابيع الماضية لوجود دعم واسع للمرشح الجزائري وليد صادي، لكن النتائج النهائية كشفت الفارق الكبير في الحضور والتأثير بين الطرفين. لماذا يحظى لقجع بكل هذا الدعم؟ العديد من المراقبين يربطون هذا الدعم الكبير بالنجاحات التي حققها المغرب في السنوات الأخيرة على مستوى كرة القدم. أولاً، الإنجاز التاريخي للمنتخب المغربي في كأس العالم بقطر 2022، حين أصبح أول منتخب إفريقي وعربي يصل إلى نصف نهائي مونديال. هذا الإنجاز غير صورة الكرة المغربية عالمياً، وفتح الباب أمام احترام دولي واسع للمشروع الرياضي المغربي. ثانياً، نجاح منتخبات الشباب المغربية في مختلف الفئات العمرية. المغرب لم يعد يعتمد فقط على المنتخب الأول، بل أصبح يمتلك قاعدة تكوين قوية تنتج المواهب باستمرار. ثالثاً، البنية التحتية الرياضية التي أصبحت حديث الجميع في إفريقيا. المغرب استثمر بشكل ضخم في الملاعب الحديثة ومراكز التدريب والأكاديميات الرياضية، ما جعله واحداً من أفضل البلدان الإفريقية من حيث الجاهزية الرياضية. المغرب قوة رياضية صائدة. اليوم، المغرب لم يعد مجرد منتخب يشارك في البطولات، بل أصبح قوة رياضية حقيقية داخل القارة الإفريقية. المغرب استضاف خلال السنوات الماضية العديد من البطولات القارية والدولية بنجاح كبير، كما أصبح وجهة مفضلة للاتحادات الإفريقية لتنظيم المنافسات الكبرى. العديد من المنتخبات الإفريقية أصبحت تختار الملاعب المغربية لاستقبال مبارياتها بسبب جودة البنية التحتية والتنظيم الاحترافي. كل هذه العوامل ساهمت في رفع أسهم فوز لقجع داخل الاتحاد الإفريقي والفيفا، لأن صورة المسؤول الرياضي أصبحت مرتبطة بما يقدمه على أرض الواقع، وليس فقط بالشعارات أو التصريحات الإعلامية. دعم رئيس الفيفا لفوز لقجع: من النقاط التي تحدث عنها الإعلام الرياضي بقوة العلاقة الجيدة التي تجمع فوز لقجع برئيس الفيفا جياني إنفانتينو. العديد من التقارير تؤكد أن رئيس الفيفا يرى في المغرب نموذجاً ناجحاً لتطوير كرة القدم داخل إفريقيا، كما أن الإنجازات الرياضية والتنظيمية التي حققها المغرب جعل لقجع يحظى بثقة كبيرة داخل دوائر القرار الكروي الدولي. إنفانتينو سبق وأن أشاد أكثر من مرة بالتطور الكبير الذي تعرفه كرة القدم المغربية، سواء على مستوى النتائج أو المنشآت الرياضية. هذا الدعم الدولي أعطى دفعة قوية للمرشح المغربي خلال الانتخابات، خاصة أن كثيراً من الاتحادات الإفريقية أصبحت ترى في المغرب شريكاً مهماً لتطوير الكرة الإفريقية. الإعلام الجزائري بين الصدمة والغضب. بعد إعلان النتائج، دخلت العديد من المنابر الإعلامية الجزائرية في حالة من الجدل الكبير. بعض البرامج الرياضية حاولت التقليل من أهمية الفوز، بينما ذهبت منصات أخرى إلى مهاجمة الاتحاد الإفريقي وطريقة التصويت. لكن في المقابل، اعترف عدد من المحللين الجزائريين بأن المغرب نجح خلال السنوات الأخيرة في بناء نفوذ قوي داخل المؤسسات الرياضية الإفريقية والدولية. الكثير من الأصوات الجزائرية تحدثت أيضاً عن غياب مشروع رياضي واضح قادر على منافسة النموذج المغربي حالياً.
لقجع والهدف القادم رئاسة الكاف. بعد هذا الفوز الساحق بدأت التكهنات تتزايد حول مستقبل فوز لقجع داخل كرة القدم الإفريقية. العديد من المراقبين يعتبرونه اليوم من أبرز المرشحين مستقبلا لرئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف، خاصة مع اقتراب نهاية فترة الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي. النتيجة الكبيرة التي حققها لقجع في انتخابات الفيفا تعطي مؤشرا واضحا على حجم الدعم الذي يمتلكه داخل القارة، وفي حال قرر الترشح مستقبلا لرئاسة الكاف فإن حظوظه ستكون قوية جدا، خصوصا في ظل العلاقات الواسعة التي بناها مع الاتحادات الإفريقية. مشروع المغرب الرياضي يثير الإعجاب. ما يحدث اليوم لم يأتي من فراغ. المغرب اشتغل لسنوات طويلة على تطوير كرة القدم بشكل شامل: إنشاء ملاعب عالمية المستوى، تطوير مراكز التكوين، الاستثمار في الفئات السنية، تحسين مستوى البطولة المحلية، تنظيم بطولات دولية وقارية، دعم كرة القدم النسوية، تطوير التحكيم والإدارة الرياضية. كل هذه الخطوات جعلت المغرب يقدم نفسه كنموذج رياضي متكاملا داخل أفريقيا. كأس العالم 2030 يزيد من قوة المغرب. تنظيم كأس العالم 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال سيمنح المغرب قوة إضافية داخل عالم كرة القدم. هذا الملف التاريخي عزز صورة المملكة كدولة قادرة على تنظيم أكبر الأحداث الرياضية العالمية، كما أن الاستعدادات الخاصة بالمونديال دفعت المغرب إلى إطلاق مشاريع ضخمة لتطوير البنية التحتية، سواء الرياضية أو السياحية أو اللوجستية. كل هذه الإنجازات تنعكس بشكل مباشر على صورة فوز لقجع باعتباره أحد أبرز المسؤولين المرتبطين بالملف الرياضي المغربي. رسائل قوية داخل أفريقيا. الفوز ب49 صوتا يحمل عدة رسائل. أولا، أن المغرب أصبح يمتلك ثقلا حقيقيا داخل القارة الإفريقية. ثانيا، أن السياسة الرياضية المغربية بدأت تؤتي ثمارها على المستوى الدولي. ثالثا، أن الاتحادات الإفريقية أصبحت تثق في المشروع المغربي وقدرته على تطوير كرة القدم داخل القارة. رابعا، أن المنافسة على المناصب الرياضية الإفريقية لم تعد تعتمد فقط على الخطابات بل على الإنجازات الواقعية. مستقبل الكرة الإفريقية. الكثير من المتابعين يرون أن إفريقيا اليوم تحتاج إلى شخصيات تمتلك رؤية واضحة لتطوير كرة القدم. فوزي لقجع يقدم نفسه كواحد من أبرز الأسماء القادرة على لعب هذا الدور، خاصة مع النجاحات الكبيرة التي حققها المغرب. القارة الإفريقية تمتلك مواهب هائلة، لكنها تحتاج إلى بنية تنظيمية قوية واستثمارات حقيقية، وهو ما يحاول المغرب تقديمه كنموذج ناجح. انتصار فوزي لقجع في انتخابات مجلس الفيفا لم يكن مجرد فوز انتخابي عابر، بل كان تتويجا لسنوات من العمل الرياضي والدبلوماسي داخل القارة الإفريقية. 49 صوتا من أصل 53 كشفت حجم النفوذ والثقة التي بات يحظى بها المغرب داخل المؤسسات الكروية الدولية. وفي المقابل شكلت النتيجة صدمة قوية للإعلام الجزائري الذي كان ينتظر سيناريو مختلفا. لكن الأكيد أن كرة القدم الإفريقية تدخل مرحلة جديدة، والمغرب يبدو اليوم واحدا من أبرز اللاعبين المؤثرين فيها. ومع الحديث المتزايد عن إمكانية ترشح فوزي لقجع مستقبلا لرئاسة الكاف، فإن السنوات القادمة قد تشهد تحولا تاريخيا في قيادة الكرة الإفريقية. فهل يواصل لقجع صعوده داخل هرم كرة القدم العالمي، أم أن المنافسة ستشتعل أكثر داخل القارة السمراء؟ الأيام القادمة وحدها ستكشف الإجابة. وفي النهاية، ما حدث اليوم لم يكن مجرد انتخابات داخل أروقة الفيفا، بل كان إعلاناً واضحاً عن صعود قوة كروية جديدة تفرض نفسها بقوة داخل إفريقيا والعالم. فوزي لقجع لم يكتفي بالفوز، بل اكتسح المشهد بالكامل ب49 صوتاً من أصل 53، في رسالة قوية تؤكد أن المغرب أصبح رقماً صعباً داخل كرة القدم الإفريقية والدولية. النتائج لم تصدم فقط الإعلام الجزائري، بل جعلت الجميع يعيد حساباته حول موازين القوى الجديدة داخل القارة السمراء. المغرب اليوم لا يعتمد على الشعارات، بل على الإنجازات، من مونديال تاريخي إلى بنية تحتية عالمية، إلى ملاعب عملاقة، إلى مشروع رياضي متكامل جعل كبار المسؤولين في الفيفا والكاف ينظرون إليه كنموذج إفريقي ناجح. ومع اقتراب نهاية عهد موتسيبي بدأت الأسئلة تطرح بقوة: هل يكون فوزي لقجع هو الرئيس القادم للكاف؟ وهل نشهد مستقبلاً سيطرة مغربية غير مسبوقة على مفاصل الكرة الإفريقية؟ شيء واحد أصبح مؤكداً: المغرب لم يعد مجرد مشارك في صناعة كرة القدم الإفريقية، بل أصبح